الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا دكتور اهلا مروه؟ بيكي، اتفضلي. انا عايزه اقول لك ان انا حكايتي عبره شويه للناس، وان ربنا بيجازي كل واحد خير في الاخر. الحمد لله. انا جوزي كان في الكفن وكان بيموت في المستشفى، وقلت له انا مش مسامحاك لحد ما اقابلك في الاخره، بس انا ما اظنش اقابله في الاخره، ليه عشان بقى؟ انا ان شاء الله جزاء الجنه وهو لا. هو عمل لك ايه؟ هو عمل لي وراني اسود 14 سنه في حياتي، 6 سنين مع امه، مع عيلته كلها. امم. كانت شقه عيله. كان هو ظالم، كان ابويا افضل خير ربنا خلقه، اكتر واحد انسان ربنا بيحبه في الدنيا. كان في العماره اللي جنبي وكان مانعني اطلع لهم. هو جوزك كان منعك تطلعي لابوكي؟ اه. امم. وكان ابويا سبب في ان هو جوزني ليه وفرش له الشقه، عمل له كل حاجه، شغله في شركه بترول، خلاه احسن للناس، غير له العربيه، باباكي عمل له عمل له كل حاجه. كل ده؟ عمل له كل ده وفي وكل ده الاخر ما تمرش فيه؟ ما تمرش فيه، وبالعكس بقى يبص له من تحت البلكونه وما يرضاش يسلم عليه. امم. اخر 3 سنين في عمره جاله كانسر، وبابا برضه جاله كانسر. بقى مش عايزني غير ان انا اكون تحت رجله وماليش دعوه بابويا، وابويا ده حب عمري. يعني حبيته اكتر من حتى ولادي. المرض ما غيرش طبعه؟ ما هدهوش، لا. امم. ظلمني، وكان اخواته بالصوت والصوره وبكل حاجه، وعند الدكاتره انا اللي بجري وبعمل كل حاجه، وده حقه عليا، انا زوجه. ما قلتش لا. بس كان حارمني من ابويا، حتى ابويا مات قبليه ب3 شهور. لا حول ولا قوة الا بالله. وكان بيفتري عليا افتراء. ابويا لما عرف ان يعني جوزي هيموت، كنت ساكنه في قانون قديم، قال لي املكها لك واكتبها باسمه. صاحب العماره ما رضيش، وسمعت المكالمه، قلت له مش راضي عشان انت مالكش كلمه. فبابا قعد يتحايل عليه، قال له طب خلاص. صاحب العماره قال له اكتبها باسم بنتك. بعدها بيومين قلت له بابا عامل مفاجأة، تعالى هكتبها لك باسمك، بس ما اكنك ما تعرفش. بابا قال لي نعمل لك مفاجأة. قال لي لا، باباكي دافع 265,000، لو انا دفع كانت الشقة باسمي، هضطر ان انا ادفعهم، وانا مش عايزة ادفعهم عشان قدام اهلك واخواتك ومرات اخوكي وكده، يبقى الشقة باسمك وبفلوسكم. قلت له لا، بابا مدينا الفلوس دي ان هي سلف. راح قال لي يا عبيطة، انا جبت لك ورثك. انا جبت لك ورثك؟ وهو اصلا متفق مع بابا، ادفع الفلوس دلوقتي عشان مرضي، ولما فوق شويه هديك الفلوس. جه طب بابايا انت اتزنق عشان مش شايفه ان باباكي كان سبب وكان مطمعه؟ بابا كان سند وكان مع الناس كلها. عايزه اقول لك ان هو مع الناس كلها كده، مش مع بابا لما كان حد من اصحابه يقول له عايزه اشتري شاليه ولا اشتري عماره ولا فيلا، يقول له انا معاك وفي ظهرك، هكمل لك، انا معاك. بابا عينه في الشركه، بابا عين اخويا في شركه بترول. وعايزه اقول لك بعد ما كانش لاقي ياكل، بقى يسافر بالطياره ويسافر شرم والغردقه، واحسن معامله واحسن مستشفيات. وكل ده ما تمرش فيه؟ ما تمرش فيه ولا في اهله. وابويا كان بيجري على مامته في العنايه المركزه او قبليهم، واما ماتت بابا كان قبليهم كلهم. وفي الاخر اخته اللي كنت بحبها اتاريها هي اللي خربه بيتي طعناني في ظهري. بعد 5 شهور من وفاته سمعت مكالمات تليفون متسجله. متسجله بينها وبين اخوها؟ بين اخوها. اه. حبيبتي وروحي وقلبي في وشي، ومن ورايا شتايم، وابوها ده هيترمي في قبره، هيتشوي. ليه؟ علشان هيتشوي بعد كل ده؟ عشان ايه؟ عشان ما حجش. ابويا كان شاري حاجه الحج كلها والهدايا. ابويا قدم على الحج 7 مرات وربنا ما اختاروش، وعملت له حج على فكره بعد ما توفى، وعملت له عمره رحمه الله عليه. عايزه اقول لك ان اقسم بالله والله العظيم 3 قبل ما يموت باسبوعين خدني وضحك عليا وقال لي تعالي اما نسحب فلوس كتير من مكنه ATM. ليه؟ عشان هقول لك بعدين.
بعد كده قال لي علشان الحج. جيت في مره وانا بشتري كيماوي ليه من بره اقراص، رجعت لقيت اخته بتخبي حاجه، فقلت ايه ده، هي بتخبي مني ايه؟ دخلت لقيت البوكس اللي كان فيه الفلوس مش موجود، قلت خلاص هم اخوات في بعض. وهو بيموت عايزه اقول لك بقى يبص لهم هما الاثنين اخواته في المستشفى يقول لهم اطلعوا بره، انا مش عايزه حاجه منكم، انتوا السبب. بس انا مش فاهمه هما ايه، مش فاهمه. المهم مات، خلاص مات. وقلت له في كفنه والله العظيم انا ما مسامحاك، ربنا لا يرحمك ولا يغفر لك ولا يسامحك. هو بقاله قلتها قد له ايه؟ مرتين. بقاله قد قلتها له ايه؟ بقاله قد ايه ميت؟ بعد بكره يوم 6/9 هيبقى بقاله سنتين. وانت فعلا وهو بيتغسل وفي الكفن ما قدرتيش تسامحيه؟ اقسم بالله العظيم قلتها له وهو بيموت على الاجهزه، خلاص قالوا له تعالي سلمي عليه، ولما اتكفن قالوا لي تعالي سلمي عليه، رحت موطيه كاني بحضنه، قلت له مش مسامحاك. الله لا خلفتي يسامحك. منه؟ ولحد دلوقتي ما بترحمش عليه ولا حاجه. عايزه اقول لك ان بعد 10 ايام بدور على حق ولادي، اتصلت باخته الثانيه، جات لي من طنطا، فلوسه فين؟ راحت قالت لي اطلعي فوق الدولاب وانزلي تحت السرير. يمكن جاب عربيه اونلاين، يمكن جاب استوديو عشان كان عايز يجيب وهم مدينتي خدوا الفلوس. وهم خد الفلوس. راح ابني الصغير قال لها انت بتقولي ازاي ان هو بابايا جاب اونلاين، طب والفلوس الكاش اللي كانت هنا فين؟ طب بصي اقول لك على حاجه، اتصلي باصحابه الرجاله كلهم واساليهم على الفلوس. رديت عليا وهو ما فكرش يقول لك انا كنت ساحب كذا، انا الفلوس خليها معاكي، يعني ما فكرش؟ لا، هو جه وهو بيموت قال لي الفلوس مع اختي، بس انا خليتها تعمل كده عشان انت عبيطه وما بتعرفيش تتصرفي وهي تعمل لي حج. فانا بقول لها فلوس الحج فين؟ قالت لي لا انا اصلا ما خدتش فلوس. يعني وهو ما نسي اليتامى اللي سايبهم؟ يعني هو سايب لها الفلوس تعمل له حج؟ طب والاطفال اللي سايبها؟ عايزه اقول لك خربت بيتي وانا كنت بموت فيها. انا كنت بحب لما تيجي تقعدي معانا خالص عشان هي من طنطا. كنت بحب تيجي، خربت بيتي. بس عايزه اقول لك بصي بقى، انا متكلمه المكالمه دي، انا ما خلاص هو مات وغرف داهيه، انا مش عايزه اعرف حاجه عنه. انا عايزه اقول لك ربنا جازاني بايه. كانوا بيتفقوا عليا ان انا ما ورثت فيه. ربنا غير من حال لحال، وربنا رزقني، جبت في شقتين، شقه ليا وشقه لابني في كومباوند. ما شاء الله. سكنت جنب اخويا ومراته وولاده، احنا بقينا عيله واحده. احلى ايام حياتي من ساعه ما مات. اللهم لك الحمد. بعد ما مات بشهر اتعلمت السواقه. عايزه اقول لك كان منع عننا كورسات، تمارين، منع عننا. هو كان بقى بيرفض ليه تروحي لاهلك؟ يعني بيكرههم ليه قوي كده؟ غيره وحقد. هو حاسس ان في فضل او هم اصحاب نعمه. واقسم بالله ابويا ده ايه في القران. انا عايزه اقول لك بص الفرق بين جنازته وجنازه بابا، هو الفرق بينهم 3 شهور. ابويا كان عارفه لما تلاقي مزار كده الناس بتتخانق عايزه تدخل تسلم عليه ما شاء الله كده، في المستشفى، في الصلاه عليه، في الجنازه، في الدفن كده. انا عايزه اقول لك في الدفنه بتاعته ما كانش فيه غير اخواته وولادهم. ما فيش ولا واحد من بره جه. صلوا عليه كتير عشان كان في حادثه، في ناس كتير ميته في الجامع، فده اكيد ما كانوش بيصلوا عليه هو. لكن في الدفنه عايزه اقول لك ما فيش ولا واحد صاحب. لكن انت على مدار 14 سنه ما تفتكريش للراجل ده اي شيء يخليكي حتى تسامحيه؟ بصي لا افتكر لك، انا اكذب ابقى بنت قليله الاصل لو قلت لك كده. بس كان كل حاجه بمصلحه. هو كان ما عندوش مشاعر، عايزه اقول لك 0 مشاعر. بس مثلا من كتر ما هو شايفني وفيه ليه وبحبه، كان يجيب لي احلى واغلى الهدايا. كان احلى حاجه في بيتي بتيجي، احلى عيد ميلاد، احلى اجهزه بتجيلي، مش هكذب عليكي. بس كل حاجه هو تحت تصرفه هو، انا لا. فاهمه؟ يعني ولادي دول ولا خدوا كورس مره وهو عايش، ما راحوش ولا مره تمرين. مره اتحديته وعملت اختبار كوره لابني واختي او بنتي دخلت ايروبكس،
بعد ما قدمت وقعدت يوم كامل في الشمس تمارين واختبارات وكده كوره، ورحنا راح سايب لي البيت ومشي وخد الشنطه ومشي. وراح هو يعني هو كان بيغير عليكي لدرجه مش عايزك تنزلي، مش عايزك تحتكي بالناس. وسجل لي انا وصاحبتي مكالمه عشان يقول لي صاحبتك دي اللي مقوياكي عليك. قلت له ده انا تحت رجلك. عايزه اقول لك المكالمات اللي بينه وبين اخواته، اقسم بالله ما في مره عافيه ما قالش ولا ما عارفه بيقول لي ايه بتاعت اهلها. ما قالش مره مثلا مش نظيفه، قليله الادب، بترد عليا، فتانه، بتخرج اسرار البيت. انا عايزه اقول لك كنت بتخانق معاه، اللي بيتصل باخواته ويصوت لهم، هو اللي بيحكي، هو اللي مطلع اسرار البيت. يتصل ببابا، انزلي. بابا يقول لي طب بنتي عملت ايه وانا ربها لك؟ يقول له ما بتحبك اكتر مني. يعني هي كانت غيره وحب تملك وبرضو يعني خلينا نقول برضو نقطة مهمة انت طرحتيها النهاردة. الحمد لله على عوض ربنا ليكي، والحمد لله على وجود اخوكي في ظهرك، ربنا يبارك لك في عمره يا رب ويخليكوا لبعض. لكن في نقطة مهمة قوي اهالي كتير بيعملوها بحسن نية. اهالي كتير جدا جدا بيزلزلوا كل العقبات قدام زوج البنت ويبقوا عايزين يجيبوا له نجمه من السماء، وده مش صح. وبيبقوا فاهمين ان انا لازم اكرمك عشان تكرم بنتي. هو حضرتك لازم يكرم بنتك عشان هو عارف ربنا، مش لازم انت تكرمه عشان هو يكرمها. لو هو ده السبب اللي هيكرم بنتك عشانه يبقى بلاها. مش عايزين الكرم ده، الكرم المشروط مش عايزينه. الكرم اللي بيجي نتيجة ان عشان ابوها اداني او عملني مش عايزينه. لان في ناس بتقدر وعندها اصل، وفي ناس في منتهى قلة الاصل، وفي ناس زي ما هي قالت عندها نقص فيقول لك ده اكتر واحد هيفكرني بانه ساعدني فانا مش عايزه افتكره، فانا هبقى ضده، فانا مش عايزه اشوفه عشان هو اكتر واحد ساعدني وانا مش عايزه حاجه تفكرني ان هو صاحب فضل عليا. فلازم الاهالي تنتبه. بحب بنتي وبموت في بنتي، اكيد كل اب عايز بنته متهنيه سعيده مع راجل يسعدها في بيتها مرتاحه. ادي بحدود، ولو هتدي ادي بنتك اولى. عايز تجيب حاجه جيب لبنتك من ورا جوزها، عايز تجيب لها شقه تامن لها مستقبلها خدها من ايديها اكتب لها احسن شقه في الدنيا، ودي يا حبيبتي ليكي امان ليكي بالمستقبل، امان ليكي من غدر الزمن من غير ما جوزك يعرف. عايز تجيب لبنتك دهب جيب لها وشيله عندك وقول لها في دهبك في المكان الفلاني. لكن ما اروحش اصرف على راجل واملى له ثلاجته واعينه عندي في شغلانه واعمل له كل حاجه. طب هو لازمته ايه؟ فين تعبه وشقاه عشان يسعد بنتك؟ بيجتهد في ايه عشان خاطر يخلي الضحك على وش بنتك؟ فيا ريت الاهالي تنتبه لده، وحبوا ولادكم حب فيه عقل. لازم يا جماعه اي شيء نعمله يعني يتزين بالعقل، عشان كده ربنا ميزنا بالعقل. فارجوكوا زينوا اي تصرف بتعملوه بالعقل والمنطق عشان ما تندموش وتبقوا فاكرين ان انتوا بتخدموا اللي ليكوا اتاريكوا بتاذوهم.